3 خطوات بسيطة لو عملتهم النهارده اوعدك انك هترجع ساعتين من يومك. بس الاول تعرف ان مشكلتك ان ما عندكش وقت، مشكلتك ان وقتك بيتسرق بنظام حاجة اسمها راندوم نوتيفيكيشنز. الحاجة دي بتخليك تفتح الموبايل من غير ما تحس وتنسى نفسك. ومش جاي اقول لك بقى امسح التطبيقات واعتزل العالم وعيش لوحدك، لا لا، احنا بس هنحط حدود تحميك من الالجوريزمز دي. عشان لو فكرت شويه ان الساعتين دول يعني يوم كامل كل اسبوع في عمرك، شوف بقى انت هتنتج ايه وهتعمل ايه وهتتعلم ايه بدل ما هم ضايعين في الناثينج. لان انا شخصيا لما طبقت ال3 خطوات دول انتاجيتي تضاعفت كتير. ركز معايا. اول حاجه اقفل كل النوتيفيكيشنز بتاعت البلاتفورم كلها. القاعده بتقول خليك انت اللي تروح للتطبيق بمزاجك، مش هو اللي يجيبك غصب عنك. ولو بتذاكر ارمي الموبايل في اي اوضه تانيه. تاني حاجه لم كل تطبيقات السوشيال ميديا في فولدر وارميهم في اخر الصفحه. هتقولي طب دي مش هتعمل حاجه، هقول لك لا، انت كده بتخلق كسل عند مخك، والدقيقه دي او الثانيه دي ممكن تفوقك. تالت حاجه مخك مستحيل يسيب عاده الا لما تديله بديل. خلي جنبك كتاب او مصحف، اقرا كل صفحه قبل ما تبدا تمسك الموبايل او تعمل سكرول، فده بيكسر الدايره دي عندك. اكتب لي في الكومنتس كلمه طريقه وهبعت لك فايل كامل للخطوات دي مشروحه بالتفصيل وازاي تعملها صح.